أغلب الأنظمة الغذائية بتعلمك تاكلي إيه وما تاكليش إيه، لكن نادرا جدا اللي يعلمك إزاي تحافظي على التزامك واختياراتك وتكملي في النظام اللي اخترتيه والأنسب لصحتك. وده اللي جايين نعمله مع بعض النهاردة في اتعلمي تاكلي صح. نتعلم ازاي نحافظ على النظام بتاعنا في أكلنا من ناحية نفسية عملية، وازاي أحمي نفسي من الوقعات ومن الإحباطات لما كملش، ومن الخوف من الفشل والرجوع لدايرة إدمان الطعام من تاني، وازاي أحفز نفسي إني أكمل في الأوقات الصعبة، واللي كلنا بتمر علينا أوقات صعبة. أنا مدركة جدا مدى صعوبة الانسلاخ من إدمانات الطعام والعادات الصحية الخاطئة، ومحاولة بناء عادات جديدة ومفاهيم جديدة تخدم أهدافي الصحية. وفي نفس الوقت مدركة مدى الخوف والتشكك اللي بنبقى فيه لما نوصل لوزن مرضي. أحسن نقع، أحسن ما نكملش، أحسن أرجع أكتسب كل الوزن ده تاني وأبدأ من أول وجديد. ومدى الإحباط اللي بيحصل أثناء العملية النفسية المرهقة دي، واللي ممكن يوصلك لليأس وفقدان الأمل. وعلشان كده في الكورس بتاعنا احنا هنتعلم how to diet الكيفية اللي نعمل بيها دايت صحي كنظام حياة. وعلى فكرة كلمة دايت معناها نظام، مش نظام أكل، يعني مش نظام بالضرورة خاص بالأكل أو بالتخسيس. كلمة دايت في العموم معناها نظام. طيب، كتير من الناس تعرف تنزل كام كيلو من وزنها بإنها تقلل أكلها وتتخير أنواع أفضل من الطعام وتلتزم بده لفترة معينة. كتير بيعرفوا يعملوا ده، لكن تقريبا كلهم بيستعيدوا الوزن اللي فقدوه ده تاني على اللونجران. بيعرفوا يمسكوا نفسهم لفترة قصيرة، ولكن مع طول المدة بيرجع الموضوع يبوظ منهم تاني. وده ليه؟ ده لأنهم ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي في الأوقات اللي بيواجهوا فيها صعوبات. لما مثلا يبقوا متضايقين أو ستريسد ومحطوطين تحت ضغط، أو ببساطة تعبانين، أو لما يبقوا مشغولين قوي ويومهم مسحوم، أو لما يعني تضربهم عاصفة الجوع أو الكريفنج الأكلة كانوا بيحبوها ومتعلقين بيها شعوريا، أو لما تخرجي تاكلي بره وسط ناس، أو لما صحابك ولا زوجك ولا مامتك يعني تدفعك دفع إن انتي تاكلي أكلة معينة وتعزم عليكي وتغريكي بيها وتفضل تلح عليكي. والأهم لما يجي عليكي الوقت اللي تحسي إن كل اللي بتعمليه ده مفيش فيه فايدة، وتحسي باليأس وعدم الجدوى من الموضوع ده كله. كل المشاكل والمواقف دي عواقب في طريقك، ودي هنتكلم فيها بالتفصيل ونحط ليها حل سوا وخطة تخرجنا منها سالمين ومنتصرين، وكمان فخورين بنفسنا جدا. وبنتعلم المهارات اللي تخلينا نستمر في خطتنا رغم كل المعوقات اللي ممكن تقابلنا، ونخسر الدهون الزايدة في جسمنا ونحافظ على صحتنا بشكل دائم إن شاء الله. هنتعلم مع بعض مهارات التفكير والسلوك اللي تخلينا ناجحين ومستمرين في طريقنا اللي اخترناه بوعي من أجل صحتنا. في الكورس ده مع بعض هتطوري مهاراتك، وأخيرا هتوقفي السايكل البايخة بتاعت أخس وارجع أتخن، أخس وارجع أتخن. وعايزة أقولك حاجة، دي مش غلطتك إنك ما قدرتيش تتغلبي على السايكل دي في الفترة اللي فاتت من حياتك. ده مش علشان انت ضعيفة أو ما عندكيش إرادة وكل الكلام السخيف ده، لا. الموضوع كله محتاج إن انت تتعلمي 3 حاجات، مش 2 ولا واحدة منهم، لا 3 مع بعض. تتعلمي ايه الأكل الصح المناسب ليكي واللي يساعدك تروحي ناحية هدفك الصحي. 2 تتعلمي سلوكيات الأكل الصح بالشكل اللي يخدم صحتك. 3 تتعلمي ازاي توقفي نفسك عن انك تاكلي أكل غير مخطط ليه في الظروف المختلفة وحتى في أصعب الظروف. وعلشان تعرفي تعملي ال3 حاجات دول، انت محتاجة تتعلمي ازاي تغيري تفكيرك وقناعاتك وتستعدي بمواجهة أفكار زي أفكار يعني هي جت على الحتة دي، مش هتفرق المرة دي، ما خلاص اليوم كله باظ، أنا أصلا فاشلة ومش هعرف أنجح،
وغيره وغيره من الأفكار المعرقلة والمعطلة واللي بتعمل تدمير ذاتي في مسار تحقيق أهدافك. هنتعلم مع بعض إزاي تواجه الأفكار دي وغيرها، مجموعة كبيرة من الأفكار المعرقلة، وإزاي توجهي عقلك وتفكيرك ساعتها بالشكل الصحيح بتدريبات عملية. ونصيحتي المخلصة ليكي، اتدربي على كل التكنيكس والتدريبات اللي هنزلها في الكورس هنا. ما تسيبيش واحد بحجة انا مش هحتاجه او ان ده مش موجود فيا. اعملي احسن حاجة عندك في كل تدريب منهم، ما تستخسريش مجهودك في نفسك، وانا اوعدك ان النتيجة تستاهل وتستاهل قوي كمان. وبرضو اوصيكي ان انتي تتدربي على التكنيكس ديت باتقان شديد قبل ما نبدأ الدايت بالترتيب اللي محطوط في الكورس. ليه؟ لان ساعة ما بنبقى في المشكلة احنا بنبقى لايصين ومش عارفين نخرج منها. الصح ان احنا نحضر نفسينا ونجهز نفسينا بالتكنيكس الفعالة اللي نقدر نستخدمها بشكل اوتوماتيك اول ما المشكلة تحصل، مش نستنى لما نقع في المشكلة وندور على حل. لا، واحنا على الشط بنبقى ذهنيا افضل، نفسيا افضل، بنقدر نعد العدة عشان اي مشكلة تحصل لنا بعد كده نبقى جاهزين. رفع القيمة الذاتية والثقة في النفس والصحة الأفضل والحياة الحرة الغنية اللي هتعيشيها وانتي وجسمك أصحاب، وانتي ونفسك أصحاب، وانتي والأكل أصحاب، بحب وراحة ويسر ولطف، هي النتاج الطبيعي لتعلمك لمهارات الدايت ولعبة الدايت. كملي معايا.